الأهلي تعادل. الأهلي ألف 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 مبروك لكل الزملكاوية. الأهلي تعادل وبدأ يخسر في النقاط، وبدأت تبان الوضع الحقيقي للنادي الأهلي. الأهلي بدأ ينقط يا رجالة. السلام عليكم. للناس اللي بتقول لك الأهلي ده المفروض في أوروبا والأهلي والأهلي والأهلي، تمام؟ طبعا الداخلية اللي هو أخير الدوري ما عارفينش تفوز عليه، والمشكلة نفس القصة اللي حصل في ماتش سان داونز، ان انت كنت فايز وما عرفتش تحافظ على فوزك. نفس اللي حصل في ماتش الداخلية، كنت فايز وما عرفتش تحافظ على فوزك، وبالعكس الهدف الثاني كان هدف التعادل مسخرة. طبعا كولر بيقول ايه؟ اسوأ مباراة للاهلي تحت قيادتي كانت مباراة اليوم. انت مصدق نفسك؟ يعني انا عاوز افهم، انت مصدق نفسك؟ ده كلام؟ على فكرة دي انت مدرب لا يليق بالنادي الاهلي، وانا قلت هالكلام ده ومسير الايام تثبت. رضا عبد العال، معلش، علاء عبد العال، كان ممكن نكسب الاهلي النهارده فعلا، بس الحظ مش معاك. عبد الحميد حسن لقطة علي معلول، هو وبيضيع وقت في الدقيقة 87 وبس خلاص. طب ماشي، ما هو لازم طبيعة ان احنا كده لما يكون فايزين بنحاول نضيع وقت، بس مش اقصاد الداخلية بنضيع وقت، اقصاد فرق تاني مش اقصاد الداخلية. خالد الغندور، الدوري لم ينتهي بعد، تعادل الاهلي مع الداخلية يعيد الزمالك للمنافسة من جديد. فعلا فعلا، وان شاء الله باذن الله الزمالك هيرجع باذن الله، قول يا رب. ميدو، لعبوا الاهلي ومدربه عايشين في نجاحات وهميه بعد كاس العالم للانديه. المقوله دي صحيحه. طبعا كله شغال دلوقتي يقول لك ايه؟ الاهلي اوروبي، الاهلي والاهلي والاهلي، والكلام والاسطوانات اللي احنا بنسمعها. يا اخوانا ركز في حاجه واحده بس، ركز في الملعب. الاهلي عنده اخطاء كتيره، وطبعا مهما تتكلم محدش بيصدق ان هم دايما بيحبوا المدح، ما بيحبش ان انت تنتقدهم. طبعا محمد ناجي جده، الاهلي عايز يصعب الدوري على نفسه زي ما صعب بطولة افريقيا، واداء من سيء لأسوأ من مباراة لاخرى، واللاعبين محتاجين وقفة قوية مع نفسهم. انت مصدق نفسك؟ مصدق نفسك؟ عاوزين وقفة من فين؟ وقفة من فين مع نفسهم؟ لعيبة واخدة كلها مستحقاتها، في فلوس، ودايما انتم مصدرين للاعلام كله اصلا في يا عم ما فيش حاجة في الاهلي. الاهلي فيه استقرار، الاهلي فيه استقرار غير الزمالك. معتز زينو، اذا استمر هذا الاداء من الاهلي لن يحسم بطولة الدوري بسبب الرعونة التي يلعب بها اللاعبون الفريق. يا اخي سيبهم، يا اخي سيبهم يا اخي، عشان في الاخر يقول لك ايه؟ احنا ظلمنا، عشان في الاخر يقول لك الحكام، عشان في الاخر يقول لك اتحاد الكوره. دايما هم لغايه الان بيدوروا على ايه؟ على اشياء. ميدو قال ايه؟ كولر يلعب بالنار بتصريحاته حول انتقادة لاعبين الاهلي. هنا اوقف. يعني لما هو بينتقد الاهلي، الجمهور الاهلي مش عاجبه واداره الاهلي مش عاجبه. امال انتوا طالبين منه فوز وطالبين منه نتائج، واللعيبه مش قد كده، وهو اول ما جه قال انا عايز مهاجم. طبعا احمد الطيب، خساره الاهلي نقطتين امام الداخليه في الدوري وهو افضل اعداد نفسي وذهني للاعبين قبل مباراه القطن الكاميروني وصن داونز. وانت فاكرهم هيروحوا؟ وانت فاكرهم كده هيروحوا هياكلوا النجيله؟ كما تدين تدان، كما تدين تدان. محمود ابو الدهب، القندوسي ما يستحقش الخناقه ومش هيعمل فارق مع الاهلي. لغايه الان انا شايفه عادي، بس الاعلام طبعا لازم يطبل ولازم يزغرت والكلام اللي انتوا عارفينه ده.
عادل عبد الرحمن 6 مباريات الأخيرة ده يدخل في مرمى الأهلي 12 هدف. والله كان بيدخل في الموسم 4 أهداف وبنزعل عليكم. ابدأوا خليها تنقط بس عشان تشوفوا. علاء عبد العال ضيعنا فوز على الأهلي، موقفنا أصبح صعب في الدوري. ميدو مشكلة الأهلي الحقيقية في البالونة الإعلامية المزيفة حول الفريق، والتراجع الأهلي بعد كأس العالم للأندية كانت متوقعة بشكل شخصي. عرفتوا اللي بيطبل لكم ده ما بيتمنى لكمش الخير، اللي بيطبل لكم ده عايز يوجعكم، بس هو ليه مصالح تاني، في قبض في زغريت. الحمد لله ده مش موجود في الزمالك، او هنقوله مش موجود. الداخلية أقل فريق في الدوري فنيا وماديا، ويتعادل مع الأهلي المرشح الأول مع مستر كولر وحصوله على الدوري وأفريقيا. وشكرا على الكلام قناة النادي الأهلي عليا عشان قلت الأهلي فريق عادي، وزعلانين ليه مش فاهم. أنا بتكلم كورة في الملعب، والأهلي فريق مش مخيف، وكولر مدرب عادي جدا. أحمد دويدار. طب إيه اللي يزعل في الحوار ده؟ أنا شايف إن الأهلي فريق عادي، واللي يثبت أدائك مش اللي هيثبت حاجة تاني. سرحان الماتش اللي انت عملته قصاد ريال مدريد ومهزوم منه 4، واللي يطلع يقول لك لا احنا اتهزمنا 4 من ريال، ما ليفربول خدتها 5. طب ما في 5 لعيبه من ريال مدريد ما كانوش موجودين. وانت ليه دايما في الهزيمه بتقارن نفسك؟ مش انت بتقول احنا اسد افريقيا؟ لا حول الله يا رب. اخطاء دفاعيه للاهلي الفتره الاخيره كارثيه، كل مباراه كده. ورامي ربيعه يسال عن الهدف فعلا. ابراهيم سعيد بس فعلا رامي ربيعه يسال عن الهدف. الوقت كلوا كروتوا لفلفوا. عرفتوا نفسكم وعرفت حجمكم. علاء ميهوب مفيش روح مفيش نخوة. انت فين من تيشيرت الاهلي العظيم اللي انت لابسه؟ الغلط فيك انت كلاعب. روح الداخلية ب10 لاعبين كانت اقوى منك. الحمد لله ده علاء ميهوب نجم الاهلي. الحمد لله عشان ده اللي كنا نقولوه الناس كلها كانت تنتقدنا، ده اللي كنا نقولوه الناس كلها كانت تزعل مننا. انت لما بنتقدك في شيء سيبك من قصة عظمتك وقصة والكلام دول. اصلا معلش في بعض الاحيان التاريخ بيتكتب بالفلوس، التاريخ بيتكتب بالفلوس. طبعا انا مش عارف ارد على الراجل ده واقول له ايه بعد بيان الاسطورة شديد اللهجة الكافي يرتبك ويعقد اجتماعات عاجلة لبحث إمكانية إعادة مباراة الهلال في بلد محايدة الأسبوع القادم. فرج عامر. يا ترى يا عم فرج وكلة السمك وطلعت الغردقة عليك ولا على الخطيب المرة دي؟ مين هيشيلها؟ ما تقنعنيش الطبيل ده كله حبا في الأهلي ولا حبا في مصالح الأهلي. ما تجينيش تقول لي أصلا فرج عامر ما معهوش. لا يا باشا، البحر بيحب الزيادة وأكتر ناس بتعرس. طيب عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري. الأهلي اتظلم تحكيميا الموسم الماضي، ولكن لا يوجد لوما على الحكام لأنه كان في تعليمات بأن يفوز الزمالك بالدوري بكل شيء بأي شكل من الأشكال، ونعمل تحت خوف وبنعتذر لإدارة الأهلي وأتمنى القبول اعتذاري. حياة النبي الراجل ده بيتكلم جد. يعني ال 14 دوري الحكومة وقفت معانا فيهم، وال 43 دوري واخدينهم من مجهودهم. ما طلعش تركي آل الشيخ قال لك انا دافع وانا وجايين دلوقتي تتكلموا. طيب حلو. طب والسنه اللي قبليها لما خدها الزمالك، والسنه دي لما باذن الله هياخدها الزمالك وفي وقعه الاهلي. يا اخي اتقوا الله، ما ربنا مش كريمكم من قليل ليه؟
طبعا ده اللي هختم بيه الحلقة النهاردة. تتقدم شركتنا بخالص الحب لحارس محمد الشناوي اللي قام بعمل دعاية للمية نسلك. الراجل فيه 5 مباريات شارب 12 جزازة 12 جزازة نص لتر، مع كل هدف يسكن شباكه ويرفع واحدة. حبيبي عشان تعرفوا بس ان هو في حتة ثانية في نسلك. السلام عليكم.